السلام عليكم. معظمنا قاعدين في فلاحين في بيوت عيلة، فبنقعد في التجمعات حلوين كده جمال، فمش عارفين ساعات ولادنا بيتنمروا عليهم وبينقدوهم على اشكالهم وكل حاجة، احنا مش بايدينا حاجة، بيعقدونا احنا قبل ولادنا. ازاي بقى ترد على الناس اللي بتتنمر على ولادك في اي قعدة عائلية سواء قريب او غريب؟ يعني لو بنتك شعرها وحش، بنتك وحشة خالص شعرها وحش، ده في احلى منها. لو بنتك تخينه شويه عايزه تخس، بنتك تخينه شويه عايزه تخس، هتبقى حلوه. ازاي ترد عليها بقى وتقولي لها مالكيش دعوه، او انت مالك، او مش عارفه ايه؟ في كل مره تقول لك كده، لو حد قريب منك في التجمعات تقول لك بنتك وحشه، بنتك مناخيرها كبيره، بنتك تخينه شويه، وتبدا تقعد تتسلى فيكي بقى، ما هو ده بيبقى داء بقى في اللي قدامك. اخطر وسيله للدفاع هي الهجوم، بس الهجوم بشكل لطيف. تعالى اقولك، اول حاجه اللي بيتنمر على اولادنا من قرايبنا من ناحيه الام او الاب، نقعد نقول لهم ايه؟ لما تقولك بنتك مناخيرها كبيره، اضحكي ضحكه كبيره جدا، تبيني لها ان انت مبسوطه، وقولي لها انا كل ما امشي في كل حته يقولوا لي دي شكلها، شكلك مثلا للي بيتكلمي. تقوم تقول لك هو انا وحشه، هو انا مناخيري كبيره؟ تقول لها هو انا اللي قلت؟ هما اللي بيقولوا. هتحسسيها ان الكلام اترد لك، انت هتقللي ثقتها في نفسها، هتديها نفس الاحساس اللي بتعقدك او بتخرج من عندك بتبقى عايزه تروح للدكتور نفساني. طيب تعالي بقى اما اقول لك، طب لو واحده غريبه واول مره نقابلها ونشوفها، بنتك وحشه كده ليه؟ بنتك شعرها مش عارفه ايه، بنتك ايه؟ قولي لها والله انا كنت بفكر فيكي طول ما انا حامل، لغايه ما جيت ولدت شكلها لقطت منك. اضحكي برضه وسيبيها وامشي.